يا صباح الفل. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هنعمل مع بعض صينيه المعموله القمر دي بمقادير سهله جدا، موجوده في كل بيت، والطريقه سهله برضه وطعمها حلو جدا. بصوا شكلها تحفه. الصينيه دي من ايام الروايح الجميله، زمان كنا دايما نعملها كتير. بصوا الشكل عامل ازاي، تسويه حلوه قوي وناجحه، يعني طريقتها سهله جدا، تطلع ناجحه قوي قوي على طول، يعني من غير تعب ومن غير اي مجهود. بس قبل ما نبدأ يا ريت سبسكرايب ولايك كتير للفيديو لو عجبكم. عندي بقى كيلو دقيق هنخله، كيلو دقيق. انا هعمل الكيلو الدقيق ده هيعمل صينية كبيرة مقاس حجم عائلي كده. لو هتعملي صينية صغننة ممكن تقسمي المقادير دي على جزئين. كيلو دقيق هنخله، نخل كويس قوي كده. اهم حاجة في المخبوزات ان احنا ننخل الدقيق، بيدي نتيجة حلوة قوي في المعجنات. هحط عليهم معلقة ونص خميرة فورية، وتكون خميرة حلوة نشطة كده، حلوة جميلة، يعني مش أي نوع خميرة، عشان في أنواع كتير ما بتطلعش العجينة خالص. هحط معلقة ونص على كيس فانيليا، وإيه كمان، و3 معالق سكر كبار، وذرة ملح تعادل الطعم كده. كده تمام خلاص. اقلب بقى المقادير دي كلها في بعضها، واجي بقى احط عليها كوبايه ونص زيت، ويكون زيت حلو كده ريحته حلوه يعني نضيف، عشان يدي نتيجه حلوه، لان مش هنحط عليها ولا زبده ولا سمنه، هو زيت بس. هحط عليها كوبايه ونص من المج العادي بتاع الشاي. اقلب بقى كل المكونات دي في بعضها كده اهوت بالمعلقه لحد ما الدقيق يشرب الزيت كله. طبعا المعلقه مش هتنفع، هنعملها بايدينا ونفلفلها كده لحد الدقيق كله ما يتشرب الزيت. الموضوع سهل جدا ومش صعبة، والنتيجة حلوة جدا وطعمها حلو قوي، تستاهل العمايل. عندي بقى بعد ما لفتها بالزيت انزل بكوباية حليب دافية او لبن، وانزل بقى بالمية تدريجي. خدت قد ايه؟ خدت حوالي كوباية وكوباية مية من المج الكبير العادي ده، كوباية بس. انزل بيه تدريجي على حسب الدقيق، كل دقيق بيختلف عن التاني. ادني بقى اعجن فيها، طبعا النور قطع فطلعت بيها بره، علشان ايه؟ اكملها. اعجنها كويس قوي شويه حلوين كده، هو تعجين محترم كده، واغطيها بقى بستريتش واسيبها في مكان دافي تخمر. جو برد هتاخد لها ولا ساعتين خمر كده. عندي بقى نعمل الشربات عشان ايه؟ يبرد. هحط 3 كوبايات سكر عليهم 4 ميه. انا عايزه شربات يكون خفيف مش تقيل، مش بتاع الكنافه ولا بلح الشام ولا كده. عندي بقى معلقه عسل جلوكوز، هنزل عليها بمعلقه عسل جلوكوز على المقادير دي وارفعهم على النار. ولازم معلقه عسل جلوكوز، مفيش ممكن تحطي عسل نحل، بس العسل الجلوكوز بيدي لمعه حلوه قوي وبيدي لها طراوه وشكل جميل، كانك شارياها كده، كأن الحلويات اللي بتشتريها وبتشوفيها. بعد ما يغلو احط عليه عصرة ليمونة، نص ليمونة، وكيس فانيليا، واسيبه يغلي 7 دقايق وارفعه بقى يبرد. تعالوا نعمل الحشوة اللي في النص بتاعت الصينية دي. عندي كوبايتين دقيق سميط، عليهم معلقة جوز الهند، ونص كوباية سكر، و4 معالق كبار قرفة، 4 معالق كبار قرفة. تمام. عايزة تزودي قرفة بكتير براحتك، القرفة بتديلها طعم جميل، وهي اصلا معتمدة الحجازية على القرفة وعلى السمسم، او المعمولة، صينية المعمولة دي. انزل بقى بشوية زيت كده مع 3، واقلب كويس قوي، وانزل بمية بسيط تدريجي لحد ما الخلطة دي تلم مع بعض كده وتبقى زي الرملة كده بالظبط. مزودش المية علشان لو لزقت مني هتنشف، بس انا عايزاها تبقى كده رملة كده. احط نقطتين فانيليا، واقلب كل المكونات دي تقليب حلو كده لحد بصوا تبقى زي الرمل كده بالظبط. تعالوا العجينة بتاعتي بقى خمرت ما شاء الله، اللهم بارك، بقت جميلة اهي وتضاعف في الحجم. هقسمها 2، اقسمها نصين بالظبط، نص يكون تحت في الصينية من تحت ونص فوق. تعالوا بقى الصينية بتاعتي هفرد العجينة. الصينية بتاعتي كبيرة مقاس 35، هفرد بقى العجينة فرد كبير واسع واسع كده، وانزل بيها في الصينية. بصوا بقى، فردتها خالص خالص في الصينية،
ونزلت عليها بالخلطة اللي انا عملتها، واساوي الخلطة كلها كده بايديا لحد ما كل الصينية تاخد ايه قد بعضها، تكون بالتساوي. تمام. ما تنسوش اللايك للفيديو لو سمحتوا، ربنا يبارك لكم ويوفقكم جميعا يا رب. اساوي بقى كل ده بايديا كده لحد ما كله الصينية خدت بالتساوي. تعالوا بقى العجينة اللي فاضلة هاخد قطعة قطعة وافردها واغطي بيها وش الصينية. طبعا انا صينيتي كبيرة خالص، لو الصينية صغيرة ولا انت عاملة نص المقادير دي فهتفردي العجينة مرة واحدة وتروحي كاسية بيها الصينية مرة واحدة، انما أنا عشان الصينية كبيرة فايه هاخد حتة حتة افرد كده واوزعها فوق الصينية. بصوا افرد خالص، وطبعا افرد جامد جامد، وكده كده انا هسيبها تخمر كمان شوية. خلاص كده انا افرد قوي بقى واقطع بالسكينة كده، وكل مكان ما خدش اديله العجينة لحد كل الوش الصينية كله ما يضغط. زي ما انتوا شايفين كده في حتة صغننة باينة كده من وش الصينية ما خدتش، اديها برضو كمان حتة عجينة. المهم ايه كلها تتكسي مع بعضها كده، وادهن ايدي زيت واسويها كلها لحد كل العجينة ما تتلاحم في بعض والشكل يبقى كده. خلاص اغطيها بقى واسيبها 10 دقايق كمان تخمر. انا عندي بقى ولعت فرن البوتاجاز يسخن، وادي الصينية اهيت بعد ما خمرت. عندي صفار بيضة ومعلقة خل عشان تمنع الزفارة خالص، ما يبقاش فيها زفارة خالص، ومعلقة زيت، وارب البيضة دي كويس قوي وادهن بيها وش الصينية. تمام. حد قال لي اشمعنى الصفارة صفرة قوي كده؟ عشان دي بيضة بلدي، فالصفار البيضة بيكون اصفر جامد كده. انا مش حاطة على الصفارة دي اي حاجة، هي صفارة البيض بس. وبعد كده اغرقها سمسم بقى. خلاص اجي بقى اقطعها. طبعا السكينة هتلزق فيها، كل شوية ادهن السكينة زيت، كل تقطيعة كده ادهنها زيت، واقطعها بقى التقطيعة اللي انا عايزاه، الشكل اللي انا عايزاه. بصوا الشكل 7 و8 ده جميل. طبعا انا هسيبها كده وما تدخل الفرن وتطلع اقطعها تاني، لما هتخرج هيكون تقطيعها اسهل من كده، بس احنا لازم نقطعها كده علشان ايه لما اسقيها الشربات تسقي من كل مكان. خلاص دخلتها الفرن على درجة حرارة 200، قعدت قد ايه نص ساعة من تحت و5 دقايق من على الشواية. شفتوا الشربات اللي احنا عملناه؟ حطيت عليه عود قرفة كده عشان يخلي الريحة قوية، واسقيها بقى. طبعا هي ما خدتش الشربات كله ما خدتش الشربات كله، بقي من الشربات كوبايتين ولا حاجة. وادي الشكل النهائي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميلة، طعمها حلو قوي مع كوباية شاي بلبن كده ما شاء الله. بصوا التسوية بتاعتها من تحت ومن فوق. واحسن حاجة بقى في الشتاء البرد ده صينية من دي تدفي الدنيا كلها الفرن يشتغل، الشقة تدفى، واحنا ندفى احنا كمان. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ما تنسونيش في لايك كتير للفيديو. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم. اعمل كده.